هكلمكم النهارده عن 5 ترشيحات ل5 افلام خيال علمي قويه جدا تستحق المشاهده، وطبعا هسيب لكم لينك الاجزاء اللي فاتت كلها في نفس السلسله دي في الديسكريبشن تحت. بس اهم حاجه عشان ما اضيعش وقتكم ما تنسوش تدعموني وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيهات وتدوسوا لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد. يلا بينا ما نضيعش وقت ونخش في الموضوع على طول. اول فيلم حابب اتكلم عليه هو فيلم ذا فايف ويف اللي اتعمل في 2016. الفيلم بيتكلم عن غزو فضائي للارض، والمخلوقات الفضائيه دول بيهجموا على مراحل متتاليه اسمها الموجات. الموجه الاولى بيقطعوا الكهرباء على مستوى العالم كله. الموجات اللي بعد كده بالتتالي بيبداوا يعملوا زلازل وتسونامي مدمر، وبيدمروا السواحل وبينشروا الاوبئه القاتله اللي قضت على ملايين البشر. والغزو نفسه بقى أذكى، والفضائيين بدأوا يتخفوا في شكل بني آدمين، وده خلى الثقة بين البشر تنهار. وده مرورا بالموجة الخامسة، لأن اللي فات ده كله هما 4 موجات بيبدأوا الفضائيين إن هما يعملوهم عشان يدمروا كوكب الأرض كله، لحد ما نوصل لاسم الفيلم نفسه وهو الموجة الخامسة أو ذا فايف ويف. فيا ترى الفضائيين هيعملوا إيه في الموجة الخامسة دي بالتحديد، وإزاي البشر هيبدأوا يتصدوا ليهم؟ وهنا بنشوف البطلة كيسي، هي بنت عادية بتحاول تنجو وسط الفوضى. هدفها الأساسي إنها تلاقي أخوها الصغير اللي انفصل عنها. الفيلم بيلعب على فكرة البقاء والثقة، ومين عدوك ومين معاك، وتشك في مين وتطمن لمين. فيلم قوي جدا بنصحكم إن انتوا تشوفوه. What are you? They took everything from me. My sister's coming. Sam! This is our world. تاني فيلم حابب اتكلم عليه هو فيلم اورز اللي اتعمل في 2013. الفيلم بيبدأ مع نولان، هو بول ووكر ومراته اللي بتدخل تولد في مستشفى نيو اورلينز. الولادة بتبقى صعبة جدا، والطفلة بتتولد قبل ميعادها وبتتحط في حضانة خاصة. المشكلة للأسف إن في نفس اليوم ده إعصار اسمه كاترينا بيبدأ يضرب المدينة كلها. الكهرباء بتتقطع، الدنيا بتبدأ تنهار، وكل العاملين بالمستشفى بيبدأوا يتخلوا عنه ومراته وبنته. والمشكلة إن الحضانة اللي موجود فيها البنت الصغيرة دي أو بنته المفروض إن هي تشتغل بالكهرباء، والمشكلة إن بسبب الكارثة دي الكهرباء بتنقطع عن المكان كله. فنولان بيلاقي نفسه وحيد ومعاه بطارية صغيرة لازم يشحنها كل شوية يدويا علشان الجهاز يفضل شغال. الفيلم كله زي ما انتم شايفين هو عبارة عن سباق مع الزمن بشكل مرعب. البطارية بتخلص بسرعة وهو لازم يفضل يصارع علشان يولد كهرباء، وفي نفس الوقت بيواجه جوع وعطش وعصابات بتحاول تسرق وسط الفوضى دي، وألم نفسي رهيب بسبب اللي بيحصل له. واحد من أفضل أفلام الممثل الراحل بول ووكر، وبنصحكم جدا يا جماعة إن انتوا تشوفوه. Hello? Damn. It's a bed. ثالث فيلم حابب اتكلم عليه وهو فيلم Independence Day اللي اتعمل في 1996. الفيلم بيبدأ لما سفن فضائية عملاقة بتنزل فوق مدن كبيرة حوالين العالم، وبتقف بشكل مرعب فوق ناطحات السحاب. في الأول الناس مش عارفة هم نيتهم ايه، بس بسرعة بيتضح ان هم جايين عشان يغزوا ويستولوا ويدمروا الأرض. أول ضربة منهم بتكون مدمرة، بيمسحوا مدن كاملة زي لوس أنجلوس ونيويورك بليزر ضخم. هنا بيبدأ يظهر لنا الشخصيات الأساسية بتاعة الفيلم، منهم شخصية الكابتن ستيفن اللي بيمثل دوره ويل سميث، وشخصية ديفيد ليفنسون اللي بيمثل دور الشخص اللي بيحاول يلتقط الإشارات من الفضائيين بحيث إن هو يستغلها ضدهم، والشخصية الثالثة هي الرئيس الأمريكي اللي بيحاول يقود البشر ضد غزو الفضائيين. والمشكلة إن الفضائيين متفوقين بمراحل بالتكنولوجيا بتاعتهم المرعبة عن البشر، فيا ترى البشر هيتصرفوا إزاي وسط الكارثة الغريبة دي؟ Should we win the day, the 4th of July will no longer be known as an American declared in one voice. من الأفلام اللي حابب أتكلم عليها هو فيلم The Impossible
ده يعتبر من الافلام الممزوجه بالخيال العلمي مع الصراع للبقاء على قيد الحياه، زيه زي الافلام اللي انا اتكلمت عليها قبل كده، ولكن هو بيتكلم عن كارثه حصلت في احد المدن. الفيلم بيحكي عن قصه عيله اسبانيه بتسافر تقضي اجازه الكريسماس في تايلاند. بعد وصولهم بتبدا تحصل ظاهره ما، فبيبدا يظهر تسونامي بيدمر المدن كلها، وبيبدا يقتل مئات الالاف من البشر. العيله طبعا مكونه من الاب والام والاولاد الصغار. زي ما انتم شايفين الفيلم كده، الطابع اللي بيغلب عليه هو فيلم صراع للبقاء على قيد الحياه اكتر من هو فيلم خيال علمي. المهم التسونامي بيضرب الارض بقوه رهيبه وبيفرق العيله عن بعض. الميه بتجرف ماريا وابنها الكبير لوكاس لمسافه بعيده جدا. والمشهد ده بالمناسبه لما تشوفوه من اكتر المشاهد المؤثره في الفيلم ده ككل. طبعا ماريا مصابه اصابات خطيره، ولوكاس بيحاول ان هو يتولى زمام الامور او يشيل المسؤوليه. الاب هنري بيحاول يلاقي مراته وعياله وسط الفوضى والدمار، فيا ترى هيتصرفوا ازاي؟ For them. One love, I'm scared. one life, I'm scared too. when it's one deep. من الافلام اللي حابب اتكلم عليها المكون من 3 اجزاء، وهو فيلم ميز رانر، الفيلم الاسطوري يا جماعه. الفيلم بيبدا بتوماس، شاب بيصحى جوه مصعد طالع لفوق من غير ما يفتكر اي حاجه عن حياته او هو مين اصلا. اول ما المصعد ده بيفتح بيبدا يلاقي نفسه في مكان غريب جدا اسمه الجليد، وده عباره عن ساحه كبيره جدا محاطه بجدران عملاقه. في نفس المكان ده في شباب تانيين عايشين بقالهم سنين في نفس المكان ده، وكلهم طبعا وصلوا بنفس الطريقه. عندهم نظام، كل واحد ليه دور، واهم ناس فيهم اسمهم العدائيين او الرانرز، وهم اللي بيخشوا المتاهه كل يوم عشان يحاولوا يلاقوا مخرج. المشكله ان المتاهه دي بتقفل بالليل ومليانه وحوش غريبه جدا. مع مرور الوقت بيبان ان توماس اللي هو البطل بتاعنا مختلف تماما عن بقيه الشباب. عنده شجاعه وفضول وبيفكر ازاي يخرجهم من المكان، فيا ترى ايه السر ورا المكان ده وهيخرجوا منه ازاي؟ You sure about this? No. وبس كده دي تكون حلقتنا. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تشوفوا الاجزاء اللي فاتت، خطيره جدا وترشيحات قويه جدا. هسيب لكم كل الفيديوهات دي في الديسكريبشن تحت. اهم حاجه ما تنسوش تدعموني وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيهات ودوسوا لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد. كان معاكم محمد العايدي، سلام عليكم.